حل السميد التركي بثلاث مكونات فقط وما راح ياخذ من عندنا وقت. بهاي الوصفه حنستخدم حليب انكور. راح نجيب طاوه نخلي بيها زبد، واول ما يمو عندنا الزبد راح نضيف 2 كوب سميد. اول ما يبدا يتحمر عندنا راح نضيف الشكر. وهسه راح نحضر 2 كوب من حليب انكور. واكيد عند ما تغذى الابقار بمزارع طبيعيه راح يطلع عندنا الحليب باحسن جوده. وهسه راح نضيف الحليب بالسميد ونخليه على النار لحد ما ينشف عندنا السميد. تشوفون القوام يصير عندنا مثل العجينه. وهسه راح نخليها بقوالب ونحشيها بكريمه او قشطه. اللي ما عنده قالب يقدر يجيب كاسه يخلي بيها اللايلون، يخلي بيها السميد والحشوه بعدين يقلبها. بعد ما سوينا هاي الفراغات من جوا راح نخلي بيها قشطه وتقدرون تخلون ايس كريم. وهسه حنرجع نخلي الطبقه الثانيه. وصار عندنا بهذا الشكل راح نوديها لبرا. هذا هو الشكل النهائي والطعم جربوه انتم. شاركوا بمسابقه انكور راح اترك لكم التفاصيل.